ما ينفعش موسم الفراولة يجي من غير ما نعمل أحلى برطمان مربى فراولة بيتي ومضمون وطعمه خطير. شوفولي اللون ولا القوام المظبوط والريحة اللي قلبت البيت. هنجيب كيلو من الفراولة نغسلها كويس ونقطعها أنصاص، أو لو حطيتوها زي ما هي مفيش مشكلة. هنزود من كوبايتين سكر لنص كيلو حسب الرغبة. زودت عصير ليمونتين وباكت من الفانيليا. هقلب كويس جدا وهبتدي أحطه على النار. هيبتدي بقى ينزل ميته بالشكل ده. هنسيبه ينزل ميته كمان وهيبتدي يطلع ريم. نشيل كل الريم اللي هيطلع ده. هنسيبها تقريبا ساعة الا ربع على نار هادية كده لحد ما تقعد معانا. وبس كده، مفيش اسهل ولا احلى من كده. هنسيبها ربع ساعة تهدى وهنجيب برطمان نكون معقمينه وننزل بالكمية كلها. وشوفوا الكميه اللي طلعناها من كيلو واحد من الفراوله. وطبعا ما ينفعش ابقى عامله مربى فراوله فريش وما اعملش سندوتشي المفضل، توست محمص عليه شويه من الزبده وشويه من مربى الفراوله الخطيره اللي احنا عملناها. بجد كان طعمه ولا غلطه. انا عايزاكم تجربوا طريقه مربى الفراوله دي وتقولوا لي رايكم.